السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم خبز طورتيلا. ندوز المقادير وطريقة التحضير. نحتاج 2 كيسان دقيق من نوعية جيدة، ملح، 4 المعالق زيت نباتية، كاس إلا ربع ماء دافي. وكنبدا نجمع العجينة، كنزيد الماء بشوية بشوية. العجينة ما تكونش قاصحة، تكون لينة. من بعد ما جمعت العجينة نديرها في بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح 15 دقيقة. من بعد العجينة مرتاحت غنقطعها لقطع صغيرة. انا قطعت 6 القطع. غادي نحاول نديرهم متساويين باش يجوني قد. من بعد ما كورتهم نغطيهم بلاستيكه ونخليهم يرتاحوا 20 دقيقه. ومن بعد ما ارتاحوا نرش سطح العمل بالدقيق. نجيب الكويره الاولى كنسرحها بالمدلك وكنحاول نديرها دائره بهذا الشكل، وكنبقى غاده بهذه الطريقه تنكمل العجينه اللي عندي كامله. كنجيب واحده اخرى بنفس الطريقه، كندير الدقيق وكنسرح بالمدلك وكنحاول نديرها دايره. الدقيق كنديرو على حساب باش ما تلصقش ليا العجينه، هو اللي كيساعدني باش نسرح. واللي سرحتها كنرش على الدقيق وكنحط وحده فوق وحده وكنغطيهم باش ما تنشفش ليا العجينه. كنبقى غاده بنفس الطريقه تنكمل العجينه اللي عندي. صراحه هاد العجينه كتجي ناجحه 100%، ما كتكسرش. كنخدموا بها الطاكوس ولا السندويتشات. من بعد ما كملت العجينه اللي عندي كامله كندير المقله تسخن، كندير الاولى غير كتشد راسها شويه وكنقلبها، غير كتاخد اللون وكنقلبوها. الا طابت بزاف راه كتبدا تقطع. وكنكمل بنفس الطريقه تنكمل العجينه اللي عندي كامله. واللي خبزتها كنديرها في منديل وكنديرها في بلاستيكه باش ما تيبش. وكنبقى مستمره تنكمل العجينه اللي عندي. هنا من بعد ما كملت ها الشكل النهائي ديالو. العجينه ناجحه 100%، ما كتقطعش. كنتمنى تجربوا الوصفه، وإلا جربتوها ما تنسونيش بابوني. وإلا بغيتوا الفيديو ديال الطاكوس غتلقاوه على القناه.